حمودان. تمريره في العمق داخل منطقه الجزاء، بحث عن تمريره، عن تسديده ضاعت، عادت مره اخرى والجول. جول اول للجيش الملكي. يفتتح خالد أيتورخان الهدف الاول للجيش الملكي في عمليه هجوميه جاءت من الجهه اليسرى، دخول داخل منطقه الجزاء، بعد ذلك الخطا في التغطيه يستغل خالد أيتورخان ويضع الكره في الشباك. واحد مقابل لا شيء. كيف فعل؟ اكيد ان الاعاده ستوضح ذلك في عمليه هجوميه لعبت على المستوى الخط الامامي، خطا على مستوى التغطيه الدفاعيه لم يتم التعامل معه بالحكمه اللازمه وبالشكل الجيد. بابكر نياسي غير راضي، امر طبيعي. احمد حمودان هو من انطلق في هذه العمليه الهجوميه، بعد ذلك عادت التغطيه لتكون بهذا الشكل، بل كانت سيئه من ياسين فاتين ما تمخض عنها الهدف الذي اتى من خالد أيتورخان القادم من لصالح فريق الجيش الملكي. عبد الله ينطلق الزيادي، يخترق، يدخل داخل منطقه الجزاء، يبحث عن تسديد، جول. جول ممتاز السريع المكين عبد الله الزياني، ينطلق من الجهه اليسرى ويضع الكره في الشباك، وحده قام بمجهود كبير في اكثر من مره، يعني لطالما نزل، لطالما انطلق، ولطالما اعطى الانذار تلو الانذار على انه بامكان فريق الدفاع الحسن الجديدي وخاصه عبد الله الزيادي ان يضع الكره في الشباك وان يزور شباك فريق الجيش الملكي الذي يتواجد في حراسه المرمى اليوم عبد الحكيم مصباحي، وبالتالي تلقت شباك المصباحي الهدف الاول من عمليه هجوميه من انسلال سريع من جهه يسرى يظهر على انها كانت هامه من عبد الله الزياني. لاحظوا كيف كان او كانت الانطلاقه من بدايه الكره، من اخذ الكره من الخصم، وبعد ذلك تمريرتين الى تحضير راسيه ممتازه. جول 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 جول. هدف ثاني من جانب فريق الجيش الملكي، يسجل خابر سعيد. كره لعبت داخل منطقه الجزاء. فرحه لاعبي فريق الجيش الملكي. سنتابع الإعادة كيف تم التعامل معها، كيف تم التعامل مع الكرة الماضية. خاب وأيضا باقي اللاعبين. المحاولة الماضية اختراق، دخول، ثم بعد ذلك تسجيل. نشاهد هنا الكيفية رأسية أمام مجموعة من اللاعبين، خاصة المحاولة اللي جات لإبعاد الخطر، لإبعاد الكرة. هنا مشاري في خط المرمى، لاحظوا هنا مشاري في خط المرمى، هذه من زاوية أخرى أوضح. جوج ديال اللاعبين، ثم